عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم للقاء المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقد والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام للتشاور في آخر تطورات ما يحدث بين المحامين والقضاة. ليستمر الاجتماع أكثر من ساعة، عاد بعدها وفد القضاة إلى ناديهم. في سلسلة تنسيق المواقف، وبما أنه كان هناك بيني وبين معالي الأستاذ الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عميد القانونيين لقاء بالأمس، لذا وجب أن أطلع السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى شيخ القضاة والسيد المستشار النائب العام بما حدث، وأن يتم ذلك في حضور الإخوة الزملاء حتى نقطع خط الرجعة على من يؤولون أو يفسرون أو يسيئون التأويل أو يسيئون التفسير. والموقف فيه تطابق تام، لأنه لا يحتمل الاختلاف. كل التجاوزات التي حدثت تحال للقضاء ليقول فيها كلمته، ونحن نحني وننحني إجلالا لأحكام القضاء، سواء صدرت لصالح رجال القضاء المعتدى عليهم أو لصالح الإخوة المحامين، وأنه فيما بعد أن تهدأ الأمور ويقتص من كل معتدي، يمكن أن ننظر في الأسباب التي تؤدي إلى الاحتقان والتوتر ونعمل على إزالتها. يبقى دي كانت قرارات أو تعليق المستشار أحمد زند بعد أسبوع تقريبا من بداية أزمة المحامين والقضاة. حصل النهاردة في الغربية أنه نقيب محامين الغربية أوقف أحد المحامين، وصدر قرار من النقابة بإيقافه عن العمل 6 شهور، وده لأن المحامي لم يلتزم بقرارات النقابة بالامتناع عن العمل والإضراب عنه، وكان بيحضر جلسات، وصدر بيان بهذا الشأن. تقرر بمناسبة الأحداث الجارية بمدينة طنطا والأزمة التي تمر بها نقابة المحامين، وبناء على الشكاوى الواردة إلينا، تقرر أولا إيقاف الأستاذ جمال الشعراوي عن مزاولة أعمال المهنة لحين الانتهاء من التحقيقات معه بشأن ما هو منسوب إليه من مخالفات. 2، يتم اختار المذكور لحضور جلسة تحقيق، يعني كمان هيحققوا معاه بالنقابة الفرعية يوم الأربعاء الموافق كذا. يبلغ هذا القرار لمعالي المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا لتعميمه على كافة دوائر الجنايات. يعني محامين الغربية مش بس مصرين على استكمال الإضراب، لا، دول هم اتخذوا قرارات من نقابة المحامين بالغربية بإيقاف أو التحقيق مع كل محامي يكسر حالة الإضراب، وينزل الجلسات ويروح المحاكم ويتابع قضايا موكليه. ده كان قرار وبيان رسمي، انما ده ما حصلش. يعني بقيه المحافظات ده مش حاصل، والدليل بعض التقارير اللي عندنا زي قضيه هبه ونادين مثلا، الجلسه كانت منعقده بشكل اعتيادي جدا، المحامين موجودين. ده يمكن قرار في الغربيه تحديدا، مش في كل المحافظات. سواء بقى بالتقاضي او بالاتفاق، يعني سواء بالتقاضي أو بالاتفاق، أنه المسألة تنتهي بما ترتب عليها كلها من أثار. يعني حضرتك بتطالب بمحاسبة القاضي اللي أمر أنا بتكلم عن تطبيق القانون في كل مرحلة. أيوة، بس يعني السجون فيها قضاء، السجون فيها قضاء. بتكلم برضو حضرتك علشان أنا يعني دلوقتي في مجال إيه؟ في مجال يعني احتواء للأزمة. نعم. فمش عايز ان انا اعيد الأحداث مرة أخرى، يعني ساعديني في أسئلتي. بحاول أنا كمان، بس يعني أنا بحط نفسي، حاولي أكتر من كده كمان، يعني ساعديني على ان انا احتوي هذه الأزمة. مظبوط، بس انا برضو بحط نفسي ان شاء الله يعني سوف يتم احتواء الأزمة خلال الساعات القليلة القادمة. وانا يعني لولا ان انا شايف تجاوب من كل الأطراف وحرص شديد على انه يتم احتواء الازمه، كان ممكن الحديث يبقى له مفهوم اخر، لكن انا بتكلم من منطلق انه هيتم احتواء الازمه. كيف سيتم احتواء الازمه؟ احتواء الازمه هقول لك بقى كيف ذلك. الاهم بقى من احتواء الازمه الحاليه، لانه هي في كل الحالات ان شاء الله هيتم احتوائها ان شاء الله، لكن الاهم بقى
انه الازمه دي ما تحصلش مره تانية. عدم تكرار. ما جيتش ان انا كل يوم نفسي ان انا بتعرض لحدث، او في نفس الوقت القضاء ممكن انه يبقى له صوره غير الصوره اللي احنا بنحب نشوفه بيه دايما، او نحب انه المواطن يشوفنا كلنا كأجنحة عدالة في موقع معين وفي مكان معين، لأنه المسألة بالنسبة لنا أصبحت غاية في الخطورة. طبعا. يعني أصبحت غاية في الخطورة، وعمره ما حصل أبدا في طبعا. تاريخ القضاء المصري أنه حالة الاحتقان توصل لحد هذا المنعطف الخطير. فعشان كده لازم أن احنا كلنا ننكر ذاتنا، ولازم ان احنا نكون فوق مستوى الحدث، ولازم ان احنا نقنن المشروعية بالنسبة للفترة القادمة اللي هي من خلالها نقدر ان احنا نقول بالفعل ان احنا هنحافظ على كرامة المحاماة، هنحافظ على احترامنا لرسالة المحاماة، هنحافظ على قدسية القضاء. يبقى هناك قاسم مشترك اعظم فيما بين المحاماة وبين القضاء. طيب. ايه هو القاسم المشترك؟ انه يبقى في منظومة عمل الكل بيعمل من خلالها. هذه المنظومة في يقيني وفي يقين محامين مصر كلها بالكامل، وفي يقين الطرف الآخر من العدالة، لن تكون إلا بوجود كيان قانوني للمحامين، هو عبارة عن الحصانة اللي احنا طالبنا بيها مرارا وتكرارا، واللي هي كانت من ضمن مواد القانون اللي هو كان مقدم لمجلس الشعب، واللي أعيد طرحه مرة أخرى على المحامين. متى توفرت هذه الحصانة ومتى وجدت هذه الضوابط التي تحكم العلاقة فيما بين الطرفين، ثق تماما انه عمر دوت ما هيحصل. فده بحسن سر العدالة. طب ايه هي الضوابط بقى؟ الضوابط اللي هي هينص عليها القانون. يعني هتعملوا قانون جديد؟ لا، مش قانون جديد، هو القانون موجود بالفعل. تفعيل يعني مواد موجودة. قانون السلطة القضائية موجود بالفعل. قانون المحاماة موجود بالفعل، لكن هناك مواد يجب أن تفعل. بمعنى إيه؟ إن أنا عندي مثلا نص المادة الأولى من قانون المحاماة بيقول إن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. يبقى أنا لازم أتعامل بوصفي شريك، ولست من أعوان القضاء، لا ده أنا شريك للقضاء. يبقى لازم إن أنا أتعامل من ذات المنطلق. لما تجدي إنه المحامي بيبقى قاضي، وإنه القاضي في نهاية فترته بيبقى محامي. صحيح. يبقى إذن التجانس موجود بالفعل ما بين الأسرة. يعني أنا لما أجي مثلا ألاقي نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية بيوجب عند تعيين قضاء أمام المحاكم الابتدائية اختيار 25% على الأقل منهم من المحامين. يبقى التجانس موجود، والقانون بينظم العلاقة ما بين الطرفين. يبقى لا ينقصنا احنا إلا أن يتمتع المحامي بذات الحصانة اللي يتمتع بها القاضي في الوقت دوت بالفعل. يعني هتصر على موضوع الحصانة. نعم؟ تصر على موضوع الحصانة. ده شيء طبيعي. ده الحصانة ديت ضرورية وواجبة ومهمة للمحاماة وللقضاء. يعني والحصانة هي بالفعل اللي هتحول دون أن يكون هناك أي أمور من الممكن أنها تعرقل صفو الأسرة القانونية الواحدة. طب بس إيه معلش فهمني حضرتك قصدك إيه بكلمة حصانة؟ يعني زي الحصانة اللي عند حضرتك مثلا كعضو مجلس شورى أو أعضاء مجلس شعب أو نائب في مجلس الشعب، إيه الحصانة؟ زي الحصانة القضائية اللي هو متمتع بها القاضي، ذات الحصانة القضائية اللي بيتمتع بها القاضي. أيوة بس انتوا 400,000 تقريبا. ما أنا ما بتكلمش زي ما قلت في كم، أنا بتكلم في كيف، أنا بتكلم في مهنة، أنا بتكلم ممكن بكرة تبقى المحاماة 20,000 ويبقى القاضي 400,000. أنا ما بعالجش قانون لمرحلة زمنية معينة أو لفترة معينة، أنا بعالج قانون للجيل الحالي وللأجيال المقبلة. فمش هتكلم على عدد. يعني معنى إن أنا أتكلم على عدد يبقى أنا بأشرع قانون علشان أعالج بيه فترة زمنية. لا، أنا لما أجي أتكلم على قانون أو أشرع قانون لازم إن أنا يعني أنظر على المدى البعيد اللي هو من خلاله أقدر أقول إن أنا مهما طال المدى ومهما يعني كانت العلاقات ما بين الطرفين إذن هتكون منظمة على المدى القصير وعلى المدى البعيد. عشان تبقى منظمة لابد أن يكون هناك عدالة بيتم توزيعها على الطرفين. طيب في حالة ما حضرتك هتجلس بكرة، قلت لي بكرة المفروض مع القيادة السياسية اللي مش عايز تفصح عن اسمها،
هي بكره ان شاء الله المفروض بكره باذن الله. هتطلب ايه؟ هطلب احتواء الازمه وبصفه مؤقته، انه هيبقى في ضوابط ومعايير في خلال الفتره القادمه، وبمشيئه الله في اول دوره برلمانيه لمجلس الشعب يتم عرض قانون المحاماه. طب اذا لم ينفذ، اذا لم ينفذ، اذا الدوله شايفه مثلا انه الحصانه يعني لا الحصانه دي مش هتطلب في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه. الحصانه ديت هتبقى يعني عشان يبقى في حصانه لابد ان يكون هناك تعديل تشريعي. التعديل التشريعي دوت لا هو لازم يوافقوا على ده عشان نوصل لده؟ لا التعديل التشريعي بيبقى من خلال مجلس الشعب واعضاء مجلس الشعب، هو دوت اللي احنا هنتقدم بيه في الدوره البرلمانيه.